حين التحدث بالعقل نقطة أفضل من لا شيء، وحين الحديث بالأرقام منتخب مصر يتصدر المجموعة ب10 نقاط، أما حين الحديث بشكل عام مباراة سيئة جدا للغاية من منتخب مصر. وحين الحديث عن أبرز تصريحات كابتن حسام حسن بعد اللقاء وضح أن مباراة غينيا بيساو أشبه بلقاء المصارعة، طبيعي جدا أن البطل يتلقى بعض اللكمات. أما حين الحديث عن منتقديه وضح أن هناك من يخشى نجاح حسام حسن مع المنتخب، عشان كده أنا بمثل الفئة البسيطة من المجتمع. أما حين الحديث عن تراجع أداء اللاعبين داخل اللقاء وضح أن المنتخبات اللي بنقابلها عندها حظوظ في التأهل، فطبيعي نقطة كويسة خارج الديار. وعن أبرز التصريحات الغريبة بعد اللقاء لكابتن إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق والنادي الأهلي ونادي الزمالك، وضح يا كابتن حسام إمام عاشور ما ينفعش يقعد دكة نهائي، إحنا مش هينفع نمشي ورا كلام البيتجات. وحين الحديث وطمأنة الجماهير على مصطفى محمد وإصابته دكتور محمد أبو العلا أوضح مصطفى محمد عنده مشكلة في الأربطة والأوتار المتعلقة بالركبة، وإن شاء الله هيخضع لأشعة هتحدد موعد رجوعه. ومن التصرفات الاحترافية اللي حلت أزمة قبل وقعها رد المركز الإعلامي لاتحاد الكرة بينفي فيه لما تردد حول محمد صلاح ان الراجل رفض التبديل. وحين الحديث عن مواجهة مصر القادمة ان شاء الله هيبقى امام منتخب اثيوبيا 17 مارس القادم في الجولة الخامسة في تصفيات المؤهلة لكأس العالم. نتمنى الفوز للمنتخب المصري ليصل للنقطة ال13. بس قبل الحديث وقبل التحدث في الحلقة النهاردة اتمنى نعمل لايك للحلقة دي ونعمل شير في كل اماكن فضلا وليس امرا بحيث يوصل صوتنا لاكبر عدد من المتابعين. ويلا بينا نبتدي الحلقة بتاعتنا. في بداية حلقتنا أهلا وسهلا بكل متابعينا الجمال، وتحديدا لا صوت يعلو فوق صوت لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو. لقاء بكل ما تحمله الكلمة، لقاء سيء لمعظم المتفرجين ومعظم المشجعين، واللقاء كان بيحمل في طياته أحداث كتير جدا من لعيبة قد تكون في منتخب مصر ولابد من تواجدها في منتخب مصر، ولاعيبه للاسف ادائها هزيل ما ادتش الاداء المطلوب منها، فعشان كده نالت الاعتراض من بعض الجماهير. بس لو جينا تحدثنا اكتر المتشائمين ما كانش يتخيل ان منتخب مصر يعود تحديدا من لقاء غينيا بيساو بالتعادل. ليه؟ كان البعض يرى ان ممكن منتخب مصر يقدم اداء هزيل، ولكن بنعود بنتيجه ايجابيه اكتر من كده في مكسب عشان نحتل العلامه الكامله في المجموعه. ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، نعود من ملعب 24 سبتمبر بنتيجه 1-1 امام غينيا بيساو. على الرغم من الانتقاد القوي جدا الموجه لمنتخب مصر واداء لاعبيه، الا ان منتخب مصر ارقامه كويسه جدا داخل التصفيات. 4 جولات اخرهم منتخب غينيا بيساو اللي لعبناه في ملعب 24 سبتمبر اداء كان نوعا ما بسيط، ولكن المنتخب نجح بالتعادل خارج الديار وارقامه جميله وبتتكلم عنه. المنتخب في المركز الاول ب10 نقاط في تصفيات المؤهله لكاس العالم 2026. اما حين الحديث على الاهداف للمنتخب مصر 11 هدف في ال4 جولات، وتحديدا المنتخب عليه هدفين. لو جينا بقى اتنقلنا لجزئيه اللعيبه المتعلقه بمنتخب مصر واللعيبه اللي ادت باداء هايل جدا، واللعيبه للاسف اللي ادائها كان هزيل واللي نالت انتقاد العديد من المتفرجين والمشاهدين، وكان كان سيء جدا ليهم داخل مجريات اللقاء. ولكن في بدايه الحديث خالص لو كنا تحدثنا عن زيزو، انتقاد قوي جدا على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات، كله بينتقد في زيزو وبيتكلم. طب ايه مشكله زيزو؟ زيزو يا جماعه بدنيا هايل جدا، وزيزو كرفعات ككور ثابته هايل جدا مع نادي الزمالك. بس المشكله بدات منين؟ بدات تحديدا من نادي الزمالك. ليه؟ لان نادي الزمالك او مشجعينه بيصدروا عن زيزو ان هو يعتبر افضل لعيب في القاره، مش افضل لعيب في الدوري المصري ولا افضل لعيب في كاس مصر او كده، لا بيصدروا ان زيزو افضل لعيب في القاره. وده ظالم زيزو نوعا ما. ليه؟ لان لما تيجي تتفرج على زيزو داخل منتخب مصر، طبيعي ان انت بتقول على زيزو افضل لعيب داخل القاره، طبيعي تكون منتظر منه نتائج هايله جدا، ولكن اللعيب للاسف نتائجه صعبه جدا مع المنتخب، نتائج هزيله. فزيزو لو جيت بصيت للجانب العملي او الجانب الفني، زيزو عنده فنيات، لكن زيزو للاسف لعيب عادي داخل مجريات اللقاء. لكن عشان كده التصدير للسوشيال ميديا ان هو لعيب قوي جدا، ده اللي بيأثر على زيزو، ده اللي بيؤدي ان المتفرجين بيبقوا منتظرين من لعيب زيزو انه يؤدي باداء هايل جدا، ولكن بيؤدي باداء متوسط وبيشوفوه لعيب عادي. طب مين اللي ترجم الاحداث دي؟ هو كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن لاعب زيزو باك. ليه؟ لان زيزو بيعتمد عليه في فنيات السرعه شويه، ان هو سريع نوعا ما وبدنيا، ويقدر يرفع له ويقدر يشوط له بعض الكور الثابته ويقدر يعمل له زي نظام شكل قوي جدا. لكن لو جينا لعبنا زيزو جناح او لعبنا زيزو تحديدا في مركز 8، هنبقى ظلمنا اللعيب اللي موجود معاه في منتخب مصر، لان اي لعيب في منتخب مصر اعلى منه كجناح واعلى منه في مركز 8، فما ينفعش نظلم اللعيبه دي ونقعدهم بره. مثال امام عاشور، ما ينفعش نقعد امام عاشور بره ونلاعب زيزو، حاجه صعبه جدا. امام عاشور لما نزل طور جدا من الفكر داخل اللقاء وعمل طفره قويه جدا داخل مجريات اللقاء. لو جينا بصينا على ارقام زيزو بقى مع نادي الزمالك
تحديدا ومنتخب مصر. لو بصينا على ارقام زيزو تحديدا في نادي الزمالك في الادوار التمهيديه لعب كام؟ لعب 26 لقاء سجل فيهم هدفين. اما بالنسبه لمنتخب مصر لعب تحديدا 40 مباراه سجل فيهم هدفين. طبعا انت كده بتتكلم بالظبط عن 66 لقاء مع نادي الزمالك ومنتخب مصر سجل فيهم 4 اهداف. ودي ارقام بتتكلم عنها كده بمعنى اصح ارقام بتتكلم عن مدافع، حرفيا مدافع هو اللي ممكن يجيب خلال 66 لقاء 4 اهداف. عشان كده ده الانتقاد القوي جدا لزيزو. بس عشان نوضح ليكم زيزو مش لعيب سيء جدا او مش لعيب دون المستوى، لا زيزو لعيب كويس جدا وهايل جدا، ولكن هو لعيب عادي. مش وحين الحديث بقى عن ابرز 3 لعيبه داخل مجريات اللقاء وهم كانوا العنصر الايجابي داخل اللقاء، 2 احتياطي ولعيب اساسي. ابرزهم الاساسي هو محمد صلاح، و2 احتياطي هم ناصر ماهر وامام عاشور. لو بدانا كده بمحمد صلاح، اداء هايل واداء ثابت مع المنتخب. محمد صلاح احرز لينا هدف مهم جدا، فرصه احرزها وكانت بتفكرنا باهدافه في الانفيلد مع ليفربول، هدف جميل جدا بكل ما تحمله الكلمه من معنى. لو جينا بصينا للفرصتين اللي ضيعهم التانيين كانوا ممكن انه يجيبهم، بس من للاسف الحظ ما احرزش الهدفين دول، ولكن احرز فرصه من 3 فرص. اداء ثابت لمحمد صلاح مع منتخب مصر، عنصر فعال جدا، هو الهداف الثاني التاريخي لمنتخب مصر. الاول هو مدربه كابتن حسام حسن ب 68 هدف في المركز الاول، بيليه محمد صلاح ب 55 هدف، الفرق ما بينهم 13 هدف. اعتقد ان محمد صلاح هيقرب وهيعدي مدربه العميد كابتن حسام حسن. لو جينا بقى تحدثنا عن ارقام محمد صلاح مع منتخب مصر في التصفيات، احرز تحديدا 16 هدف، تخطى مين؟ تخطى ابو تريكه صاحب 14 هدف. يعني محمد صلاح يا جماعه مش حمل انتقاد، محمد صلاح بيعمل اللي عليه. الحلقه اللي فاتت لما انا كلمتكم عنه الثنائيه بتاعته هو تريزيجيه، 9 ثنائيات ما بينه وبين تريزيجيه. محمد صلاح عنصر فعال جدا، طفره في منتخب مصر، ادوا له حقه لانه لعيب يستاهل كل خير. لو جينا بقى تحدثنا عن امام عاشور، امام عاشور يا جماعه ما ينفعش يقعد احتياطي. حرفيا يا كابتن حسام امام عاشور اعلى من اللعيبه جدا في المركز بتاعه، ما ينفعش حسام يا كابتن حسام حضرتك تقعده بره وتلاعب لعيبه عليه للاسف دون المستوى. امام عاشور اداء هايل جدا، امام عاشور طفره تحديدا في منتخب مصر وطفره في النادي الاهلي، كسبوا النادي الاهلي. امام عاشور لعيب هايل جدا في مركزه، لعيب قوي جدا، بيقدر يسدد، بيقدر يعمل لك تحول داخل مجريات اللقاء. امام عاشور لما نزل داخل مجريات اللقاء عمل لك طفره قويه جدا. وقبل ما نتكلم عن امام عاشور لازم نتكلم عن ناصر ماهر. ناصر ماهر اللعيب الحريف الموهوب، دايما داخل اي منتخب او داخل اي فرقه تتمنى لعيب موهوب يكون موجود. ايوه انا بشجع النادي الاهلي وبحب النادي الاهلي، بس ما ينفعش ما اقولش عن ناصر ماهر انه لعيب هايل جدا حتى لو هو بيلعب في نادي الزمالك. ناصر ماهر لعيب بامكانيات خاصه، خسروا النادي الاهلي لانه ما قدرش يتكيف مع النادي الاهلي، لكن كسبوا نادي الزمالك. لعيب هايل جدا، لما نزل عمل نقطه تحول، نزل دقايق بسيطه جدا قدر انه يحول الماتش ولعب تمريره حاسمه لمحمد صلاح. لو محمد صلاح اجاد الكره دي كنا طلعنا بالماتش بمكسب. هو ده اللعيب الهايل، هو ده اللعيب الثابت، هو ده اللعيب اللي قاعد على الدكه منتظر نزولهم، كان امام عاشور ولا كان ناصر ماهر، شابوا ليهم بصراحه، هم ابرز حاجه داخل اللقاء. طبعا الجولات المتعلقه بمنتخب مصر هتبتدي تتوقف خلاص كده لاخر شهر مارس، او معنى اصح في منتصف شهر مارس. يوم 17 مارس القادم ان شاء الله منتخب مصر هيلاعب منتخب اثيوبيا في لقاء في الجوله الخامسه في تصفيات المؤهله لكاس العالم. اما في اخر الشهر في اخر مارس يوم 24 هيواجه منتخب سيراليون ان شاء الله في الجوله السادسه. نتمنى ان شاء الله منتخب مصر يحصد 6 نقاط بحيث ان يوصل للعلامه ال16 والنقطه ال16، ويبقى خلاص كده تاكدنا ان احنا قاب قوسين او ادنى من التاهل لكاس العالم ان شاء الله. وبكده تكون نهايه الحلقه معانا النهارده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اتمنى نعمل لايك للحلقه دي ونعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس بحيث ان يجيلكم كل جديد. وشكرا لمتابعتكم لينا، قناه ابراهيم مشفاي.